يا من أكرمكم الله وجعلكم ممن اختص بصيام هذا الشهر المبارك، يا من بلغكم الله شهر الصيام، تعالوا بنا لنقف مع جوهر الصيام ومع جوهر هذا الشهر الكريم المبارك. فإن كل منكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي طريق آخر في الصحيحين أيضا كذلك أورد سيدنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قبل ما تقدم جزاكم الله خيرا بصلية في الشمس قدر الإمكان توسع. هذا الحديث كلنا يحفظه، ولكن كلنا يتساءل: كيف نصوم رمضان إيمانا واحتسابا؟ كيف نصوم إيمانا واحتسابا؟ فإن صيام رمضان إيمانا واحتسابا عناه أهل اللغة وأهل الحديث وأهل الفقه بالتفصيل. فإن قوله إيمانا أي أن الإيمان من عقد في القلب وأقر به اللسان وعملت به الجوارح، فلا بد أن يكون الصيام يشغل به القلب ونشغل به اللسان ونشغل به الجوارح. وعبادة الصيام هي الترك وليس الفعل وحسب، أي أنك تترك كل ما يلج إلى قلبك مما نهى الله عنه، وتترك كل ما يتلفظ به لسانك مما نهى الله عنه، وتترك كل أعمال لا يرضاها الله أن تفعلها في الصيام وفي غيره في جوارحك. فلذلك إذا أردنا أن نصوم رمضان إيمانا واحتسابا فقد جمعت هذه الفضائل ب6 فضائل. الفضيلة الأولى هي الاعتناء بالصيام، من أن يسرق منك وأنت الذي اعتنيت به ومنعت نفسك من الطعام والشراب، ثم يأتي شياطين الإنس يسرقون منك صيامك من خلال التلفاز والرائي، ومن خلال إشغالك عن ذكر الله، ومن خلال القيل والقال، ومن خلال المجالسات والأمسيات والسهرات في ليل رمضان. فإياك وإياكم اعتني بصيامك، هذه أولى الفضائل. وما صيام رمضان وما رمضان إلا بالصيام، فإن صيام رمضان واجب على كل مستطيع ولا شك في ذلك. فلذلك من أراد أن يرتقي لمنزلة الصيام بالإيمان والاحتساب فلا بد أن يعتني بصيامه من أن يسقط صيامه. ثم الفضيلة الثانية الاعتناء بالقيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكفى بها منزلة عظيمة. يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، كل شيء ما تقدم، مجرد أنك حافظ على نفسك في قيام ركعات لو أعددتها بالوقت لن تمر إلى ساعة. وقد جاءتنا البشائر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام النسائي قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فصليت التراويح قم مع إمامك وصلي معه التراويح والوتر، فلا تخرج حتى يخرج، فإذا انصرف الإمام كتب لك قيام ليلة، وإذا كتب لك قيام ليلة
قمت رمضان إيمانا واحتسابا فغفر لك ما تقدم من ذنبك. ثم أن الفضيلة الثالثة التي تبقى بك: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هي معاهدتك للقرآن. القرآن رمضان سبحانه وتعالى أن يذكر لنا فضائل شهر رمضان، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تأكيدا على معاهدة القرآن في شهر رمضان. لذلك أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. متى؟ حين يدارسه جبرائيل القرآن، فإنك تتعاهد القرآن في رمضان وتسمو به وترقى، فإن منزلتك مع آخر آية كنت تقرأها في رمضان، فما تزال تقرأ وتقرأ وتقرأ حتى ترقى في السماء وفي درجات الجنان. لذلك من هذا الحديث يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان في حياته جاءه جبريل فعرض عليه القرآن مرتين. فيستفاد من هذا على لسان أهل العلم أنك لا تختم القرآن مرة واحدة في رمضان، على الأقل ختمتين، وأنك تتعاهد القرآن. وحبذا لو كان درسا في تعلم تجويده وإحسانه وإتقانه، فإن لك في خارج رمضان بكل حرف حسنة، فكيف بك وأنت في رمضان الذي تتضاعف فيه الأجور ما لا نهاية لها، كما أخبر ربنا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والفضيلة الرابعة هي إطعام الطعام، أن تتوسع على الفقراء. وإن من كرم هذا الشهر المبارك ومن فضائله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر فضائل هذا الشهر، قال: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. مجرد أنك تشارك في إفطار صائم يكون لك كأجر الصائم، أي أنك كأنك صمت في هذا اليوم مرتين من غير أن ينقص من أجل الذي أفطر عندك شيئا. وهذا من أعظم الكرم الإلهي في هذا الشهر المبارك. فتعاهدوا على أن كل واحد منا لو بذل، ونحن جعلنا صندوقا لإفطار الصائمين، لو أنك تعاهدت على نفسك أن تضع في هذا الصندوق في كل يوم 1000 دينار، سيكون لك قد أفطرت صائمين وليس صائم واحد. فإننا سنبذل واسع جهدنا أن نجعل ذلك سلات غذائية تخرج إلى البيوت الفقراء فتفطر فيها عوائل وأسر، وكذلك الصائمون الذين يفطرون عندنا في المسجد. وأنت تشارك ب1000 دينار تشارك بإفطار هؤلاء كلهم، فهي لها منزلة عظيمة. ومحروم من حرم هذا الأجر، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم 3 مرات: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له. في هذا الأجر العظيم وفي هذه الكرامات الإلهية والمنح لابد أن يجد الإنسان نفسه وسط هذه الأعمال. ثم أن الفضيلة الخامسة التي نسمو بها ونرقى هو قصدك للمساجد في رمضان. لا تضيع الصلوات الخمس، لا تضيع صلوات القيام. احفظ واحرص على أن تكون في كل الصلوات في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كما أخبر في ذلك وأورد في ذلك الحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان كله. وجاءت الأحاديث في ذلك أن رسول الله اعتكف في أول رمضان وفي أوسط رمضان وفي آخر رمضان، ومات بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم ولا يزال يعتكف في رمضان. وتعاهدنا نساؤه الاعتكاف في رمضان في المساجد، فأنت لا تضيع هذه المنزلة، ولو أنك تعتكف على فقه السادة الشافعية ساعة واحدة حينما تدخل إلى فريضة من الفرائض، وأنت تعقد نية الاعتكاف
فأنت تحرص على هذه النية ليكون لك فيها أجر مضاعف. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما جاء في ذلك الآثار عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن معه كانوا يلزمون المساجد، فسئلوا لم ذلك؟ قالوا من أجل أن نحافظ على صيامها. فأنت تتعاهد المسجد تقرأ فيه القرآن وأنت جالس في هذا المسجد يختص الله لك ملائكة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فمكث في مصلاه فلا تزال الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ملائكة يختصون بك اللهم ارحمه وأنت جالس، حتى لو أنك لم تقرأ القرآن ولا تفعل، مجرد جالس لكن في مصلاك المسجد. من الفضائل وآخرها هي السادسة الدعاء. لا تنسى نفسك من الدعاء في رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى أشار لنا بإشارة عظيمة أن ذكر آية الدعاء بين آيات رمضان حين قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى